بألف خير، كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الأيام بالخيرات والبركات إن شاء الله. طبعا أنا هنا في شارع المشيق، ده منور، منورنا طبعا في أي حتة وفي أي مكان، أهلي وحبايبي وأصحابي وكل الناس اللي منورانا بألف خير يعني. عايزين نحافظ على الناس، إذا كان في السودان ولا في فلسطين ولا في أي حتة في العالم، لازم القانون الدولي يحافظ على الناس. القانون الدولي ده لازم يحافظ على الناس ويشوف الناس بتعمل إيه، تبقى رحلة ليهم في كل أنحاء العالم، يحافظوا على الناس شخصية، الناس نفسها أهم حاجة. الناس، ما هي أهم حاجة المواطن نفسه في أي حتة وفي أي مكان، لازم يحافظوا على المواطن. أهم حاجة في العالم كله هو المواطن. قانون دولي يحافظ على المواطن نفسه، ان هو يعني اللي بيحصل ده مش هينفع يعني، ولا في فلسطين ولا في السودان ولا في اي دوله في العالم يعني، ما يرضيش ربنا اللي بيحصل ده. هيبقى في حق القانون الدولي اصلا، يعني هيبقى في حق القانون الدولي. القانون الدولي ده المفروض مسؤول عن الناس في العالم بحاله، وعلى الضرر اللي بيحصل للناس. ولو ما فيش ضرر المفروض القانون الدولي ده يبقى نازل اصلا يشوف الناس ايه اللي بيحصل مع الناس، ايه اللي بيحصل مع المواطن. الحفاظ على الناس والحفاظ عليكم انتوا شخصيا، لا مش دايما حد خالص، والله ما دايما حد. لازم القانون يحافظ على العالم بحاله، في انحاء العالم بحاله، عشان اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا خالص طبعا. اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا طبعا، مهزله في حق القانون الدولي. لازم قانون يحافظ على الناس ويحافظ على مدخرات الناس ويحافظ على العالم بحاله، ده القانون الدولي. لكن اللي بيحصل في حول العالم ده ما يرضيش ربنا طبعا. القانون الدولي يحافظ على المواطن وينزل يشوف المواطن في انحاء العالم ايه اللي بيحصل معاه، وعايش كويس ولا ايه اللي بيحصل معاه. لكن اللي احنا فيه ده ما يرضيش ربنا بصراحه، ما يرضيش ربنا يعني. قانون لازم يحافظ على الناس، هو اسمه قانون الدولي ليه؟ عشان يحافظ على الناس ويحافظ عليكم انتوا شخصيا. ولسه مكملين.